اعتقد ان مفيش اجمل من المكسب، ولو جيت سالت اي اهلاوي هيقول لك يا ايه الجمال ده، ايه الفن واللوحه الفنيه اللي النادي الاهلي قدمها في مباراه سان جورج الاثيوبي المباراه الثانيه. وكمان ايه، قال لك ده زئير الاسود امام وكهربا، احتفال ابو تريكه قفشه، كانت مباراه جميله جدا، كان في بورتريه فني ولوحه فنيه حصلت في اللقاء. وسط الجمال ده كله النادي الاهلي بيخلص ومدافع، نعم والله النادي الاهلي بيخلص ومدافع، هيخلص فيه في يناير القادم ان شاء الله، هيكون موجود في النادي الاهلي. طب مين المدافع ده؟ هو مدافع اجنبي على الطراز العالي وكابتن فرقته. تخيل بقى الكارثه الاكبر، نادي صن داونز بيهدد بالخروج او عدم المشاركه في السوبر ليج الافريقي. دي كارثه كبيره جدا، دي الاتحاد الافريقي اصلا مش عارف يعمل ايه لحد دلوقتي. هكلمك عن الموضوع ده النهارده، وايه الاسباب اللي بتخص نادي صن داونز واللي تخليه اصلا انه ما يشاركش في البطوله، ولان البطوله هتفقد قيمه تسويقيه رهيبه جدا، ومش هيحل محل صن داونز فرقه بحجم التسويق الخاص بصن داونز. من اكتر الحاجات اللي بتكشف اي مدرب في العالم هي تصريحاته اللي قبل اللقاء، تصريحاته اللي بعد اللقاء، بيبان جدا ويبقى واضح ان المدرب ده من الاخر بيمزع كده وبيقول اي كلام، او المدرب ده كلامه مرتب، او المدرب ده شخصيته قويه او شخصيته ضعيفه. كولر دايما تصريحاته قويه وتصريحاته مثاليه، وبمعنى اصح بتوضح لك السيناريو اللي تم او اللي هيتم. الراجل بعد اللقاء قال لك ايه؟ قال لك انا عارف ان انتم مش ناسيين مباراه اتحاد العاصمه وقاعدين تقولوا ايه ده، ازاي الاهداف دي اللي بتيجي والمهاره واللعب والكلام من ده ما عملناهوش في اللقاء ده. قال لك من الاخر تصريح واضح جدا وصريح، قال لك ان احنا ما كناش جاهزين بعد اللقاء. اي نعم كان في المعسكر الخاص بالنمسا، بس اللعيبه كان لسه ما دخلتش في اجواء اللقاءات، ناتج ان كانت في فتره راحه كبيره وبعدها المعسكر اللي احنا عملناه، ولعبنا كام ماتش ودي كان سهل، بس لسه الانسجام ما كانش قوي. ولما اتسال عن بطوله السوبر ليج الافريقي قال لك دي بطوله للاسف البطوله دي هتواجهني فيها بعض مشاكل لان مواعيدها غير ملائمه خالص. زي ما وضحت لكم في الاول النادي الاهلي بيسعى دلوقتي لضم مدافع، والحقيقه ان الكلام كتير جدا الفتره اللي فاتت، وما خلف الاسوار كله بيتكلم ان كولر اكد على ان المدافع ده يكون موجود داخل جدران النادي الاهلي، وقال لك ان قصه اللعيب ده بالظبط زي قصه رضا سليم، نفس التصرفات الخاصه بانهاء التفاوض مع اللعيب او الصفقه دي او النادي. قال لك ان اللعيب مرحب وكمان النادي مرحب، وبيرتبط اسم اللعيب ده باخر مباراه خاصه بالنادي الاهلي في السوبر الافريقي ما بينه وبين اتحاد العاصمه. هو اللاعب زين الدين قلب دفاع نادي اتحاد العاصمه الجزائري. زي ما شفنا في اللقاء الاخير الخاص بمباراه السوبر كان اداء اكتر من هايل، اللعيب احنا شايفينه كان مميز جدا وسط الخط الدفاع اللي موجود في نادي اتحاد العاصمه، رغم قله الامكانيات وقله الفرص الخاصه بالنادي الاهلي، الا ان الدفاع كان ماسك نفسه جدا، واللعيب كان مميز جدا في خط الدفاع. واللي احنا تابعناه الفتره اللي فاتت او لو تابعناه فيما بعد، لو بحثت عن اللعيب ده هتجد ان اللعيب ده ليه مميزات كتير جدا، تاكلينج عالي على مستوى عالي، الهيدر قوي جدا فيه، الطول بتاعه كويس، بنيانه كويس، لعيب عالي جدا، كون انه يكون كابتن لفرقه، لا قائد بمعنى الكلمه. لما يجي عندك لعيب زي ده ويدخل وسط التشكيل بتاعك يبقى هايل جدا. ليه؟ لان انت عندك 2 لعيبه بيتصابوا باستمرار من الاربعه الخاصين بخط الدفاع، وهم مين؟ محمود متولي ورامي ربيعه. اي نعم رامي ربيعه بيأدي اداء كويس جدا الفتره دي، الا ان عنده مشكله صعبه جدا، انه ما بيعرفش يبتدي من الدفاع او ما بيقدرش يبني هجمه. اكتر الكور اللي بيعملها بيلعبها كور عاليه، بيخرج الكره بمعنى اصح من منطقه جزائه للخارج. لكن ياسر ابراهيم مستوى هايل جدا، هو محمد عبد المنعم بيمشوا كره وابتدوا من تحت. فانت محتاج لعيب ثالث معاهم، يبقى اجمالي هم 4 في الاخر، محتاج لعيب يبقى معاهم برضه بيمشي كره. ففي الحاله دي الافضل النادي الاهلي الفتره اللي جايه هيختار ما بين الاثنين دول، هم رامي ربيعه ومحمود متولي، ان يمشي لعيب منهم ويدخل اللعيب ده. بعض من تصريحات اللاعب حول موقفه من الانتقال للنادي الاهلي، اللعيب صرح قال لك انا لم يصلني اي عرض رسمي حتى الان، يعني اي عروض رسميه ما وصلتنيش. لو جيت بحثنا على النادي برضه نفس الرد، قال لك ما فيش اي عرض رسمي جه، بس الناس اتكلمت للعيب. زي بالظبط رضا سليم برضه حصل بعض تفاوض خاص بخارجي، يعني ما فيش اجراء رسمي او ما اتبعتش ورق رسمي للنادي. ليه؟ لان طبعا الفتره طويله جدا لسه لحد يناير القادم، بس تم الاتفاق مع اللاعب ودي في الغرف المغلقه، اللي هو ايه؟ معنى اصح اعمل حسابك يناير القادم ان شاء الله انت هتبقى فري مع اتحاد العاصمه، احنا عايزينك في النادي الاهلي. وكان رد اللاعب وتصريحاته قويه جدا، قال لك انا ما اقدرش بمعنى اصح ارفض النادي اللي هو تحديدا نادي القرن الافريقي اللي هو النادي الاهلي. ده واضح جدا اي لعيب بيتمنى يلعب في النادي الاهلي هيشارك في حجم بطولات كبيره جدا. اللعيب ده من مواليد 1999، عنده 24 سنه. لو كنا ركزنا في العمر هنجد ده الاختصاص الخاص بالنادي الاهلي الفتره دي.
دايما النادي الاهلي بيتعاقد مع اكتر من لعيب في نفس العمر ده. رضا سليم 23 سنه تحديدا، امام عاشور 23 سنه 24 سنه، عندك كمان من قندوز قبلهم كان عنده 24 سنه. العمر ده النادي الاهلي بيستهدفه لان دي هي الفتره التحوليه من فتره الشباب واللي هي الرعونه او كلام من ده، بمعنى اصح ان انت تبقى نجم خلاص وتبتدي يبقى لعيب واقف على حيله، بمعنى صح كلياقه كمهاره كتركيز، خلاص بقى ان اللعيب ده في التوقيت ده بيبقى نضوج كامل. فاللعيب ده اول ما بدا في نصر حسين ضاي، بعد كده اتنقل تحديدا نادي اتحاد العاصمه في 2020، مضى معاهم 3 مواسم في اتحاد العاصمه. اخر موسم هو الموسم اللي هيتلعب السنه دي. لو جينا بحثنا للعيب ده على تحديدا في سوق الانتقالات الخاص بموقع الانتقالات، قال لك ان هو قيمته $1,000,000، يعني قيمه بسيطه جدا، وهيبقى كمان فري في يناير القادم. فالنادي الاهلي بيلعب على الجزئيه دي، عشان كده النادي الاهلي ما بعتش عرض رسمي نادي اتحاد العاصمه، قال لك لا انا هتفاوض مع اللعيب ودي كده بيني وبينه، وهديله كلمه شرف، معنى اصح ان على يناير القادم ان شاء الله اخلص مع اللعيب ده. طب عايزين بقى نتكلم دلوقتي اللعيب ده حجمه مشاركاته ايه مع نادي اتحاد العاصمه، تعالوا نتكلم مع بعض. تحديدا اللعيب ده في الدوري شارك 23 لقاء، عمل ايه في ال 23 لقاء دول؟ احرز 3 اهداف وصنع هدفين، يعني بمعنى اصح لما تكون قلب دفاع وتجيب 3 اهداف في 23 لقاء، اعتقد انه ليه قدره هجوميه كمان، وبيساعد كمان في التقدم للامام، انه بيساعد فرقته في ان تهجم على الخصم كمان، واحرز 3 اهداف وجاب يعتبر صنع هدفين في الدوري تحديدا اللي عندهم. كمان اللعيب ده لعب في الكونفدراليه قد ايه؟ لعب 16 لقاء، سجل فيهم 3 اهداف وصنع هدف واحد، يعني كمان زي ما قلت لكم كده في الاول وباكد لكم انه عنده قدره هجوميه قويه جدا، وكمان في الهيدر كويس، فعشان كده هيساعد النادي الاهلي انه يطلع بالهجمه لقدام، ويساعد كمان ويعمل كثافه هجوميه للنادي الاهلي. طب مين اللعيب بقى اللي النادي الاهلي هيطلعه من الاجانب يخرجه بره بحيث انه يقدر يضيف اللعيب ده في يناير القادم؟ كملوا معايا وهقول لكم. النادي الاهلي عنده دلوقتي 5 لعيبه محترفين موجودين في القائمه بتاعته، ومخرج القندوز خارج طبعا اعاره لسيراميكا، وكمان عنده كريستو مأيده تحت السن تحت، فمش فاضل غير 5 بس موجودين، هم دول الاجانب اللي موجودين في النادي الاهلي. طب ايه موقف النادي الاهلي؟ الاقاويل دلوقتي بتقول ان في مركزين او في 2 لعيبه هم دول اللي عليهم اللغط، معنى اصح ان هيتشال واحد منهم وتحط مكانهم واحد قلب دفاع محترف اللي احنا قلنا عليه تحديدا لعيب زين الدين الخاص باتحاد العاصمه. طب مين اللاعبين دول؟ هم الو ديانج وتحديدا معلول. الو ديانج قيمته التسويقيه $7 مليون، فقيمه عاليه جدا وقيمه قويه جدا، النادي الاهلي يقدر يخرجه ويكسب فيه، وبيفك تحديدا الو ديانج بصفقتين، لان الو ديانج لعيب جدا شاب والفتره دي كويس جدا، فتقدر تكسب منه. تمام. لو جينا بصينا على الصعيد الثاني، علي معلول يعتبر خلاص قرب يفنش في النادي الاهلي، ولعيب لا غنى عنه مفيش نقاش، بس النادي الاهلي اتفق مع علي معلول ان الفتره الجايه لو جاله عرض من السعوديه او جاله عرض عالي هيخرجه ويكسب فيه ليه، وبعد كده يرجع علي معلول يشتغل في اي جزء اداري في النادي الاهلي. طب من ضمن التصريحات اللي قالها علي معلول واللي اكدت لنا ان علي معلول هو الشخص بالفعل اللي هيتم الاستغناء عنه في يناير القادم، وهيدخلوا مكانه المدافع ده. تصريح علي معلول لما قال لك ايه؟ قال لك بالنص كده بعد اللقاء الخاص بنادي الاهلي اليوم، قال لك ان انا خلاص بعد الاعتزال هقرر ان انا اريح في بيتي بمعنى اصح، وابعد عن مجال كرة القدم لمدة 3 مواسم، وبعد كده هرجع لمنصب كويس ان شاء الله، والمنصب ده اعتقد انه هيبقى جوه النادي الاهلي. وكمان قال لك ايه؟ قال لك لا نية خالص للتدريب، يعني انا ما عنديش نية خالص بعد ما اخلص للتدريب، وده اللي بيأكد ان النادي الاهلي ان شاء الله هيخرج علي معلول في يناير لاي فرقة سعودية، وهيكسب مقابل كويس مكانه، وكمان هيدخل المدافع، وده اللي اكد لنا وجود المدافع ان شاء الله في يناير. جينا بقى الموضوع مهم جدا ومشكلة كبيرة جدا، هي انسحاب نادي صن داونز الجنوب افريقي من بطولة السوبر ليج الافريقي. طب ايه سببه وايه المشكلة؟ طبعا خبر ذعر كبير جدا، لان القيمة التسويقية الخاصة بالبطولة عالية جدا بسبب الفرق القوية اللي فيها. لما فرقة قوية زي ماموريدي صن داونز تخرج من البطولة، لا استنى عندك، ده البطولة هتقل قيمتها. ليه؟ لان دي من الفرق القوية جدا اللي بتواجه النادي الاهلي، وليها شنة ورنة بمعنى اصح في افريقيا في الفترة دي، فمعنى ان فرقة زي دي تطلع، لا القيمة التسويقية بتاعت البطولة هتقل، او بمعنى اصح البطولة هتبقى ليها مشكلة كبيرة جدا. وللاسف اللي احنا مواجهينه الفترة اللي فاتت ان كل الفرق بتشتكي من المواعيد. طب ايه السبب؟ قال لك اول سبب ان المواعيد اتبلغ بيها نادي ماموريدي صن داونز متاخر، وده هيسبب لهم مشكله ان الدوري بتاعهم هيمتد 3 اسابيع لو فعلا ان هم شاركوا، يعني بمعنى اصح الفرقه دي هيتاجل لها
ماتشات 3 اسابيع، يعني 3 ماتشات بمعنى اصح، وده مشكله كبيره جدا خاصه بجنوب افريقيا والدوري الخاص بجنوب افريقيا. طب نادي مولودي عمل ايه؟ بعت خطاب للاتحاد الخاص بالكره في جنوب افريقيا بيقول له ان انا عندي مشكله في المواعيد، موقفك ايه؟ الاتحاد الخاص بالدوري الجنوب افريقي بمعنى اصح ما ردش عليهم خالص، ومعنى اصح تجاهلهم. ففي اللحظه دي راحوا باعتين خطاب للاتحاد الافريقي قال لك احنا اسفين واحنا مضطرين ننسحب من البطوله. ففي اللحظه دي خلاص بقى احداث كتير جدا ومشاكل وكله بيصدر المشكله دي. تاني مشكله قالها تحديدا نادي مولودي سان داونز للاتحاد الافريقي، قال لهم عندنا مشكله ان عقود اللعيبه احنا في لعيبه مجدين معاهم لمده سنه، ففي اللحظه دي معنى ان الدوري يجي ميعاد انتهائه فاللعيب ملوش حق انه يشارك في الدوري، فالثلاث اسابيع دول اللعيبه بتاعتنا مش هتبقى موجوده، يعني عندنا مشاكل. فانا اتمنى بمعنى صح ان هم ينسحبوا، اي فرقه ثانيه تدخل مكانهم، لان حجم مشاركاتنا معاهم للاسف كانوا طاغيين علينا ببعض المباريات، ولكن احنا ابتدينا نرجع نلعبهم ونضاهيهم. بس احنا ما اتمناش الفرق القويه دي جدا، ما اتمناش وجودها عشان نبقى اول فرقه تحصل على البطوله دي ان شاء الله. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث نيجي لكل جديد، وشكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مشفاي.